تريد أبو فاضل يتكفل بقضاء حاجتك؟ يقول هذا العالم خلال 8 أيام تكفل أبو الفضل بقضاء حاجتي ببركة هذا العمل. وإحنا اليوم كلنا أصحاب حوائج. هذا اللي ما عنده رزق، هذا اللي يريد له زوجة صالحة، هذا اللي يريد له توفيق في حياته، فعليه بهذا العمل من أبي الفضل العباس. وإحنا أيام ولادة أبي الفضل العباس. نقلا عن المرحوم الشيخ مهدي المازندراني أحد خطباء كربلاء، وهذا إنسان عالم، يقول أنا يوم من الأيام صعدت على المنبر وإحنا بأيام أبي الفضل العباس سلام الله عليه، يقول إذا شخص كانت لديه حاجة فإليكم هذه التحفة لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، أن تقول 133 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وتهدي ثوابها إلى الإمام العباس. والأمر الثاني تقول 133 مرة يا عباس. والأمر الثالث تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وتهدي ثوابها إلى الإمام العباس سلام الله عليه. وبعدها تطلب حاجتك من أبي الفضل العباس فإنه كفيل بقضاء حاجتك. أحد الحضور يقول أنا كانت عندي حاجة جدا صعبة، يقولوا مدة من الزمن ما انقضت هاي الحاجة. يقول سمعت كلام هذا الشيخ الخطيب، أنا بديت بهذا العمل من أول يوم شوال، يقول يوم 8 شوال، وإذا بشرت بقضاء حاجتي ببركة أبي الفضل العباس سلام